ده بوست يا جماعه نازل من احدى الصفحات الزملكاويه الشريفه للغايه. بيقول لك اسمع بقى الشعر، اسمع الشعر. بيقول لك يفنى الجميع ويبقى الزمالك خالدا بفرسانه. الله، تحس اللي كاتب البوست ده راجل زملكاوي اصيل، مدرس لغه عربيه والله العظيم. يعني انت خايف تقول زيزو ليه؟ خايف تقول زيزو ليه؟ خايف منه يمشي بجد؟ والله خايف يمشي؟ خليك راجل كده. بص بقى، ده جمهور الزمالك وهو بيشجع. بيقولوا عاملين الدوري مسرحيه والحكام اهلاويه وانا ناوي امير عمر اهلاوي. تحس حنه ام سعاد بنت حنان اللي تحتينا وربنا. يا جماعه ده ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ بص الكره دي، بص الكره دي. الكره دي هتلاقي ان فتوح هو اللي داخل على عبد الغني محمد. حرفيا الكره دي سرت الجدل، وطبعا عبد الغني محمد ما كانش يستاهل ان هو ياخد كارت احمر ولا ياخد حتى انذار. هو اللاعب ليه ضربه جزاء. طب سيبك من الاولى وخش على الثانيه. بص هتلاقي ان دي ضربه جزاء للاعب الاتحاد يعني. ويقولوا ان احنا بناخد الدوري بالحكام، ما عدا انتوا طبعا، انتوا شرفه وتقوى كلكم. سيبك من كل الكلام ده، تعال نتكلم فني. هتلاقي ان الشوط الاول كان حرفيا الاتحاد ماسك الزمالك مدلعه حرفيا، واقل زملكاوي عارف الكلام ده. بس بصراحه الشوط الثاني عملوا اداء حلو، يعني كانوا نايمين كده خالص في الشوط الاول، بعدهم صحيوا على صوت فزع، حد فزعهم منهم، تحس الجن طلع لهم. بس بصراحه يا جماعه، مصطفى شلبي ما يستحقش ان هو يبقى المان اوف ذا ماتش. عبد الله السعيد هو اللي يستحق يبقى المان اوف ذا ماتش بصراحه. بس سيبك بقى من كل الهري ده واركن على جنب. عمي وعم عيالك وعم العالم كله رجع. علي معلول يا جماعه رجع للتدريبات النادي الاهلي الحمد لله. يا رب بقى نشوف اداء الفريق بيتحسن كده يا رب.